وميعادنا مع اول ورشه عمليه في تصميم اغلفه الكتب والدرس رقم 2. عايزين نركز شباب في كل خطوه في الدرس ده باذن الله عشان نطلع مع بعض نفس الغلاف. هستنى تطبيقاتكم. الدرس فيه تريكات حلوه جدا، افكار جميله، والاهم من كل ده اللي احنا بنوعدكم بيه ان احنا هنركز ليه بنعمل ده مش بس ازاي. لكن وقبل ما تخش مع الدرس في حاجه مهمه جدا جدا لازم تعملها الاول. هنشترك في القناه ونفعل الجرس علشان تستنى كل الدروس اللي جايه، وهتعمل لايك وكومنت لو وصلنا لاخر الدرس. دعمكم يا شباب هيفرق معايا جدا في ان احنا نكمل ان شاء الله 30 درس من السلسله دي ب 30 فكره مختلفه ان شاء الله هياخدوك في حته ثانيه خالص. وصلت 15 سنه خبره، انا مش هبخل خالص في ان انا اديها لك، واي سؤال باذن الله هكون معاكم. ويلا بينا من غير تفاصيل كتير نخش على الدرس على طول. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم محمد هشام واول درس عملي في ورشه سلسله الاغلفه. النهارده باذن الله هنشتغل مع بعض الغلاف الظريف قوي ده اللي هو تالنت انجلش بوك. ازاي نطلع الغلاف ده بالمنظور ده؟ فيه تفاصيل حلوه جدا. حته ان احنا نبتدي نظهر كده الصور، نغير في شكل الالوان، شكل المود. الغلاف ستايله كلاسيك، الوانه من الالوان اللي هي اللي انا بصراحه بحبها جدا، اللون الاحمر مع اللون الاسود، حاجه اليجنت قوي كده. يمكن مش كل العملاء بالنسبه لكم ممكن يكونوا حابين الاستايلات دي، لكن في عملاء فعلا الاستايلات دي بالنسبه لها حلوه جدا. انا كمحمد صراحه من الناس اللي بحب جدا الاستايلات البسيطه اللي فيها فكره. فتعالوا كده مع بعض نشرح ازاي عملنا الغلاف ده بالترتيب. هسيب لكم كل الملحقات ان شاء الله في الديسكربشن تحت. عايزك بس تركز بس كده معايا. الغلاف بسيط جدا جدا جدا، حرفيا مش هياخد منك دقايق، بس لازم تفهم التكات بتاعته ماشيه ازاي. فيلا بينا كده يا شباب على طول نفتح فايل جديد. هيبقى زي ما اتفقنا مقاسنا 43 في 30 وريزوليوشن 300 على CMYK، وهندوس اوكي. طبعا الدرس اللي فات كان بيتكلم على الاساسيات. يا ريت يا ريت يا ريت اي حد يا شباب يتفرج على درس لازم يرجع درس الاساسيات. درس صغير جدا مش هياخد منك حوالي 10 دقايق او ربع ساعه، هتفهم فيه شويه اساسيات مهمه علشان تقدر ان انت تركز صح في الدروس اللي جايه. هنروح على قائمه فيو ونروح على جايد ونبتدي نقسم الغلاف بتاعنا زي ما عرفنا في درس الاساسيات، ونقسم 1 سم وننزل كده ونروح على الزاوية التانية، نروح على الكعب، عملنا الكعب. طبعا زي ما اتفقنا مثلا ده غلاف انجلش، فطبعا هيتفتح شمال، فاحنا بنشتغل الفيس بتاعنا في الجنب اليمين لان هو ده اللي هيتفتح معاك شمال، والظهر او الباك بتاعك هو اللي بيكون في اليمين. اول حاجة يا شباب احنا اخترنا الصورة اللي هي هتبقى الواجهة بتاعتنا، نبتدي ان شاء الله نحطها كده. طبعا الصور دي يا شباب انا بجيبها يا اما من جوجل يا اما من بنترست. ان شاء الله في ورش جايه هشتغل معاكم بشكل يعني يمكن عشوائي اكتر، انا بس نجهز الماتيريال بتاعتنا عشان ما ناخدش وقت في الدرس، لكن هقول لكم ان شاء الله كل السكات دي بنجيبها ازاي. حطينا كده الصوره بتاعتنا. لو هتلاحظ هنا في الغلاف ان انا بدات اشتغل على ارضيه سوداء، وغيرت هنا في معالم الالوان بتاعتنا، بقت على الابيض والاسود. فاول حاجه كده اللون الاسود اللي انا حطيته ده كان عباره عن 100 كي فقط، يعني حطيت في الدرجه الاسود بس. وعشان انا بحب اشتغل بالارقام بالنسبه للشغل، علشان الارقام هي اللي بتطلع او هي السر من الاخر كده في انك ازاي تطلع الوان مظبوطه بعد الطباعه. ان شاء الله باذن الله هبقى اعلمكم في درس تاني ازاي تحفظ الارقام الاساسيه وازاي تخرج منها الالوان الثانويه. لكن خلينا نركز في الغلاف نفسه. احنا هنروح على كي هنخليها 100 وكنترول وسوري والت وديليت، تبتدي تسحب كده. هنروح على الصوره بتاعتنا هنحولها لاير وهنحولها ل ابيض اسود. هنروح على قائمه ادجستمنت، المفروض ان انا هروح على بلاك اند وايت. طيب هنا نبدا بقى نبتدي نلعب. ركز بقى معايا في شويه تفاصيل، هخرج شويه بره السياق لكن هتفهم انا خرجت ليه، ولما نيجي هنرجع بشكل فعلا هيعجبك قوي. بلاك اند وايت هنا مقفوله. ليه مقفوله؟ لان يا جماعه في بعض الفيتشرز في البرنامج ما بتشتغلش الا على الامتداد الار جي بي، وفي حاجات تانية بتفتح معاك في CMYK.
طيب انا ازاي استفاد بكل الفيتشرز اللي موجوده في البرنامج علشان اطلع افضل تصميم، لكن في نفس الوقت انا ما اذيش التصميم بتاعي في ان هو يكون ار جي بي لما يروح يتطبع هيطلع بايظ. طب احنا هنعمل ده ازاي؟ ركز بقى معايا لحد الاخر عشان في اخر الفيديو انت هتفهم ازاي هنعالج المساله دي. انا هروح هنا يا سيدي على ايمج مود وهغير المود بتاع الار جي بي عادي جدا، هقول دونت فلاتن عشان ما يقفلش التصميم. بعد كده هروح على قائمه ادجستمنت واروح على بلاك اند وايت، هتلاقي فتحت هنا معاك، وابتدي حول الصوره بتاعتك لبلاك اند وايت كده زي ما انت شايف. ظبط بقى ايه الالوان بتاعتك من السلايدرات اللي تحت دي بشكل عشوائي كده، بالشكل اللي عينك فيه تكون مرتاحه وما تضيعش تفاصيل الصوره. خلاص مثلا كده تمام. انا بالنسبه لي انا هقفل كده الاثنين على بعض خلاص. بعد كده هروح على ويندوز هروح على فلتر وهروح على فلتر بتاع كاميرا رو. من الكاميرا رو هبتدي ان انا اقلل الاكسبلوجر شويه علشان يديني كده انطباع ان الموضوع مش نهاري قوي يعني. اقلل كمان الكونتراست كده شويه، ممكن اقلل الهايلايت كمان، زود البلاك واوكي. خلاص بعد كده هنروح نبتدي نغير من المود بتاع الصوره لحد ما نجيب مود شكله كويس. ده كده المالتيبلاي، يعني تقريبا المالتيبلاي هو اقرب حاجه، لكن تعالى نبص على بقيه المشاهد. مثلا اوفرلاي برضو كويس ومحافظ شويه على تفاصيل الصوره. ممكن تجيب دلوقتي الاوفرلاي ونقلل كده في الاوباستي كمان شويه لحد ما نوصل لاقرب شكل ممكن في اللي احنا عايزينه. يعني ممكن نبتدي ان احنا نغمق الاسود بتاعنا كده شويه. تعالى نجرب تاني ونبص. تمام، اعلى شويه كده التفاصيل بتاعتك شكلها اوضح كتير. ممكن نروح برضو للليفلز، اشوف الاضاءه بتاعتي اعليها سنه عشان تفاصيل البلاط كده تبقى واضحه معايا. جميل. بعد كده هنكتب الكلمه اللي هي تالنت، ونروح على الفونت. طبعا يمكن انا من الناس اللي للاسف ما بتحفظ الفونتات اساميها، الا ان الحاجات المهمه قوي 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 اللي بحب اشتغل بيها دايما هتلاقيني حافظ اسميها. بس يعني برضو من كتر الشغل حفظنا اماكن الفونتات فين في القائمه. فاحنا كده هننزل لحد لما نجيب الفونت اللي احنا كنا شغالين بيه اللي هو تقريبا ده. تعالى كده نتاكد كده هو ولا لا. هو، بس انا ايه اعمل له مطه كده. فكنترول تي طبعا، وهنبتدي ان احنا انا ليه كبرت هنا زي ما قلت لكم في الدرس اللي هو بتاع الاساسيات الدرس اللي فات. احنا بنشتغل وبنقسم بعينينا شكل الغلاف، عايزين تبقى الحاجه متقسمه شكلها حلو. انا عارف ان انا اخد قرار في ان الفكره بتاعتي هتكون قايمه ان التايبو هو اللي يكون اخد معظم الغلاف. فخلاص طالما هو هياخد معظم الغلاف يبقى هو هياخد التلت بتاعي، وهبتدي التلتين التانيين يخدموا عليه بشكل الصوره. في كلام هيتكتب انجلش بوك، في اسم المدرس. فلو جيت جمعت كل الديتيلز اللي حوالين الكلمه في الغالب هي هتكون التلتين الباقيين. فهو اخد البطل، هو اخد النص كده في الغلاف. طيب بعد كده احنا عملنا حركه حلوه قوي. خدنا الصوره من فوق كده وبدأنا نحطها كليب ماسك جوه الكلمة بيقلط ما بين اللايرين. بدأ يحطها لك بالشكل الجميل اللي انت شايفه ده. يبقى كده احنا قلنا ايه؟ وكأن الكلمة هي اللي جت نورت المشهد او هي ادت الالوان بتاعة المشهد. وعلى فكرة الكلام ده يعني بس مش بيتعمل يا شباب علشان تكون حاجة شكلها حلو، ده كان بيكون ليه فكرة وانطباع اساسي. يعني مثلا عايز مثلا اقول في الغلاف بتاعنا ايه؟ ان التالنت او اسم المذكره او المذكره من الاخر يا شباب اللي في ايديكم دي، هي دي المذكره اللي نورت معانا لندن. هي دي اللي هتوصل لك الفكره، هي دي احسن حاجه في الانجليزي. يعني الموضوع مش شرط يكون بس شكله حلو، لا المفروض كمان يكون معاك ليه دلاله فكريه معينه. الكلام ده على فكره لما انت تيجي توضحه للعميل بتاعك هينبهر بيك. يعني حتى لو انت عامل ديزاين شكله خفيف جدا، يعني بصوا احنا طبعا خلاص خلصنا تقريبا 3/4 التصميم، لكن فكره ان هو شايف ان انت راجل فاهم عندك فكر في التصميم بتاعك، ما بتعملش كده الحاجه هباء وخلاص. طيب بعد كده بدات اكتب كلمه انجلش بوك. ف
تعالوا كده ناخدها من هنا عشان برضو قلت لكم مش حافظ الفونتات. هو الفونت بتاعها امي سايد. حلو. فهناخد كلمة انجلش بوك، نبتدي نحطها كده. تمام. برضو هتلاحظوا برضو ان انا بدأت ارفع الكلمة على الاسم، بحيث يعني يكون في، انا بحب في التصميم بتاعي يكون في نوع من انواع دمج العناصر. الدمج ده بيدينا انطباع ان في مسافات في التصميم، يعني حاجه فوق حاجه، حاجه بعيده حاجه قريبه. لكن لما بتكون العناصر كده كل حاجه كده مستقله مع نفسها، مش عارف يعني، ما بحسش ده اظرف حاجه. احب دايما التداخل، حاجه فوق حاجه، حاجه ورا حاجه، حاجه بعيده حاجه قريبه. الموضوع ده بيدي احساس حلو جدا في التصميم. كتبنا كلمه انجلش بفونت كده شكله لذيذ، وكلمه بوك اتكتبت بفونت تقليدي عادي اسمه جرافيك. الفونت ده ليه كتبت كلمه بوك بفونت عادي؟ بصوا بقى يعني ايه، راعوا معايا بقى ان انا هتكلم معاكم في ادق التفاصيل وانا بتكلم. كلمة بوك يا شباب هنا بقت بالفونت الطبيعي العادي علشان هي كلمة صغيرة. كلمة انجلش لو انا اخترت لها الفونت اللي فيه لعب كده، فهي كده كده اوريدي اصلا الكلمة انا حاططها بشكل كبير، فهي اوريدي مقرية. لكن كلمة بوك مثلا، تعال مثلا نفترض مثلا نشيلها كده وجيت حطيتها لكم بنفس الفونت مثلا، بنفس نوع الفونت، علشان الناس اللي هي ايه بتحب تتكلم في لا انا اعمل لي فونت شكله متدلع، اعمل لي فونت شكله متكهرب، فمش كل حاجة بتليق مع حاجة. بصوا الكلمة هتبقى صغيرة كمان، مش اخده معايا مساحه الفراغ اللي انا عايز املى بيها الكلمه دي. الفونت ده مش من النوع اللي ينفع ان انت تعمل له سبيس. يعني مثلا لو انا مثلا جيت هنا رحت عملت سبيس، فالفونت يبقى شكله وحش، لان ده اساسا فونت مشبك، فاللي انت بتعمله ده اصلا فيه غلط. لكن انت لو رحت لفونت بيزك شكله كويس، هيتقرا كويس وهيملى معاك الفراغ اللي انت عايزه، وفي نفس الوقت اظهر كلمه انجليش معاك. ايه السبب في التصميم اللي بيخلي كل حاجه ظاهره بشكل كويس؟ ان مش كل حاجه فيها لعب. فاهمين؟ يعني لو انا مثلا عملت لعب هنا، فاللعب ده انا مش هكرره تاني في نفس الحته، لان ده كده انا كده بشتت عين الناس اللي هتبص على التصميم. دايما تخلي حاجه عندك هي الماستر بيس، هي اللي فيها معظم الشغل، وحاجات تانية تبتدي تخدم عليها، الحاجات التالتة تبتدي تخدم عليها. كل بص ما بتدرج بالموضوع ببتدي كمان ان انا اتدرج معاك في ايه، في نوع الفونت، في اللون، في الحجم، علشان كل حاجه تخدم على اللي جنبها وكل حاجه تبقى واضحه وباينه. خلاص. بعد كده بدات ان انا اكتب اسم المدرس، كتبته بنفس الفونت ده اهو اللي هو مهند بيومي، وحطيت prepared by مستر بنفس الفونت بتاع بوك. تعالوا كده ناخدهم كده على طول عشان ما نضيعش وقت في الكتابه. خلاص. يبقى هتلاقوني كمان ان انا حافظت على نوعيه الفونتات اللي انا بشتغل بيها، يعني مش دي بقى في فونت ودي في فونت ودي في فونت ودي في فونت، لا. حتى الفونت هنا الكلاسيك انا خليته منفرد لوحده وملوش اي علاقه ببقيه الشغل. يعني الفونتات الاساسيه بتاعه الديزاين اللي هي بتخدم على الديزاين بتاعك كلها، انا ما بخرجش بره اطار نوعين فونت، 3 بالكتير قوي قوي قوي. انما التصميمات اللي بنشوف فيها 5 و6 و7 نوع فونتات، الكلام ده يا جماعه هجس، الكلام ده عك. انت بتشتغل بنوعين فونت، 3 ماكسيموم. فونت معاك اساسي، وفونت معاك بيخدم، وممكن تشتغل بنفس نوع الفونت تاني بس بتون مختلف، او بالريجولار بتاعه، او بالبولد بتاعه، او بالسن بتاعه، وهكذا. خلاص. بعد كده هنروح على الظهر، هنبتدي نشوف ان انا اخدت في الظهر برضو صوره لبيج بن، لكن خففتها كده في الظهر. هتلاقي الصوره هنا برضو حطيتها بالطريقه دي، نزلتها كده تحت خالص. وممكن نلعب في المود برضو بتاعها، مثلا مالتيبلاي، ممكن بالكنترول ام اعلى شويه بالاضاءه بتاعتها علشان تبان بس كده شويه معايا. تمام. بعد كده لو هتلاحظوا هنا في التصميم ان انا بدات ان انا مخففها من الظهر كده بالطريقه دي. الكلام ده علشان تعمله بشكل جميل، فبتروح تحول الاول بس لاير. بعد كده عندك طريقتين، يا اما تروح بالجومه، تمام، وتكبر كده الجومه تبتدي تمسح ايه الطريقه دي كده. بس الطريقه دي انا ما بحبهاش لان هي بتكون يعني لحد ما مش عارف، مش مريحه لعيني، شاربل شويه. في طريقه تانية اجمل اظرف، ان انت بتروح كده على الماسك بتعمل لها ماسك، وبعد كده بتروح على الجريدينت تول، وبتروح على البيزك، وبتختار الاسود في الفاضي، لون اسود كده فاضي، بتدوس اوكي، وبتبتدي تسحب بالشيفت كده والماوس، وتبتدي تسحب لفوق
الكلام ده بيموت معاك الخلفيه بشكل كويس، وفي نفس الوقت بيحافظ على بعض التفاصيل اللي ممكن تكون انت محتاج ان هي تبان معاك بشكل كويس. بعد كده خدت نفس الفونت اللي انا كاتب بيه تالنت، هاخد منه دلوقتي دوبليكيت بكنترول جي، خدت دوبليكيت وهاخد اللي تحت علشان دي خلاص دي جواها كده الخلفيه، فاحنا هناخد اللي تحت دي نبتدي ان احنا نسحبها كده وهصغرها بقى شويه كده في النص. طيب ليه يا سينيور مثلا ما حطيتهاش بنفس الحجم زي ما قلت لكم يا شباب؟ دايما خلي فيه تفاوت ما بين الوش والظهر، خلي الوش دايما هو فيه معظم الديتيلز والتفاصيل او اللعب بتاعك، الظهر يكون اخف شويه اهدى شويه، مركز اكتر على الداتا بتاعت الكونتاكت علشان ما يخطفش الانظار من الوش، او الناس ما تعتقدش غلط ان ده الوش وده الظهر، فاهم؟ دايما لازم يكون في كده ايه بالانس، ويكون في شويه اختلاف ما بين الفرونت والباك بتاعك في الغلاف. بعد كده خدت طبعا بقى بدات ان انا انسق الواني، خلاص خدت من نفس الوان. يعني بالمناسبه برضو انا كتبت هنا احمر لان اوريدي اصلا الباكيه بس بتاعت التليفون دي او شكل الاتوبيس احمر، فانا دايما بحب اخد الباليت بتاعتي بتاعت الالوان من روح الستوكس اللي بحطها. وهقول لكم ازاي ان انا بنسق الواني في الشغل بطريقه سهله جدا وفي نفس الوقت بالطريقه الصحيحه. هنروح على تالنت ونبتدي ان احنا نديله كده لون. هروح على الجريدينت هديله درجتين لون كده من الاحمر، يبقى 0 100 150. ونروح على الاصفر ونكتب 0 100 100 0. تمام كده احمر غامق تحت ويبتدي يطلع فوق باحمر فاتح، وندوس اوكي. بعد كده هتقولي بصوا الحركه الجميله دي، خدت اسم المدرس حطيته في النص كده ما بين الكلمه بالظبط اللي هو مهند بيومي، وقلبته كده باللون الابيض، بس ان انا اصغره في النص كده شويه. طيب يا سينيور انت الافكار دي بتجيلك ازاي؟ والله يا شباب يعني ممكن بحكم الخبره، يعني مثلا بقالي اكتر من 15 سنه بشتغل في المجال ده، بقالي اكتر من 10 سنين بعمل اغلفه، فيمكن انا بصيت كتير على شغل ياما قوي 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 قوي، عملت افكار ياما قوي 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 في مخزون بس فكري كبير. هعرفكم ازاي ان شاء الله في الدروس اللي جايه ازاي تعملوا المخزون الفكري ده، ازاي تدرب نفسك على الافكار دي. لكن زي ما انتم شايفين هو الموضوع بسيط، انا ما بخترعش، لكن احنا بنحاول نعمل حاجه شكلها حلو ملفت وبسيط وصح بس. بعد كده هو كان باعت لي الكيو ار كود بتاعه، خدته وحطيته في الظهر، وبعد كده حطينا رقم التليفون. مش ايه اعذروني انا ايه يعني فاتح طبعا الديزاين الاساسي وبدات اخد منه بس علشان يعني ما نضيعش بس وقت كبير يا شباب في الكتاب وفي التفاصيل الصغيره. بس عايز ابين لكم احنا ازاي بمنتهى البساطه طلعنا بنفس التصميم. يعني يمكن التصميم ده نعمله بس اغمق شويه، خلاص ممكن طبعا يعني تعالوا نفتح مثلا الارضيه السوداء بتاعتنا يعني تقريبا وصلنا تقريبا لنفس التون تقريبا. الموضوع بسيط جدا، هي بس كل الموضوع ان انت تستقر على الفكره اللي انت عايزها. اهتموا جدا 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 بالتفاصيل اللي قلت لكم عليها بتاعه التقسيمه، التفاصيل النظريه بتاعه درس الاساسيات. هتلاقي الموضوع معاكم ان شاء الله بدا يتحسن بشكل كبير. طبعا احنا كده خلصنا الغلاف بتاعنا وكله تمام وما شاء الله طلع شكله كويس جدا، يعني ما فيهوش اي حاجه، كلها كانت خطوات بسيطه، لكن زي ما قلت لكم الموضوع بس كله كان قايم على رؤيتك الفنيه والبيزكس اللي انت عارفها، اختيارك للفونت اللي شكله حلو، كل حاجه بتقسمها بشكل ظريف. بس دلوقتي الخطوه الاهم اللي هتحافظ على مكاني في السوق، اللي هتحافظ على ان الناس ما تعملش معايا الحاجه مره واحده. انا عايز العميل اللي يجي لي يفضل عميل لويال ليا، يفضل يتعامل معايا على طول. ايه الحاجه اللي هتخليه لويال ليك؟ مش انك بس بتطلع حاجه شكلها حلو، لكن انت كمان بتطلع حاجه صح. زي ما اتفقنا قلنا الاغلفه دي هتروح طباعه، فما ينفعش يا شباب تبقى ار جي بي. طب احنا ليه السنين عملنا ار جي بي؟ قلت لكم احنا في الاول في شويه فيتشرز كنا محتاجينها تكون مفتوحه، فاضطرينا ان احنا نشتغل ار جي بي. طيب لازم نوديه المطبعه سي ام واي كي، تمام؟ ودي حاجه لازم تكون فاهم. بعد يا باشا ما تخلص شغلك كله كده هتبتدي ان انت تقفل الغلاف بتاعك بكنترول وشيفت واي، هيعمل معاك فلاتن ايمج بالطريقه دي. وبعد كده هتروح على ايمج مود سي ام واي كي وتقول له فلاتن علشان يقفل لك الغلافه كلها بالشكل ده.
احيانا في بعض الالوان ممكن يحصل بهتان، لو انت هتلاحظ هنا في الاحمر يعني الى حد ما بهت شويه. انا هحاول كده اقرب لك كده شويه عشان تبص معايا. ارجع تاني كده للار جي بي. بص في الار جي بي هتلاقي الالوان هنا كانت ايه الساتوريشن بتاعها عالي ومشبع، لكن لما بدانا نحولها سي ام واي كي هتلاقي ان الالوان بتاعتنا هتتبهت شويه. لو انتوا واخدين بالكم معايا. طب ازاي اعلي الساتوريشن ده تاني؟ كل بس الموضوع بعد كده ما تحولها هنروح على كنترول والت ويو، وهترجع بس كل القيم كده مكانها لزيرو. هترجع القيمه دي كمان لزيرو، وترجع القيمه دي لزيرو علشان تبقى دي الالوان بتاعتك. هتروح على الساتوريشن وتبتدي ان انت بس تعلي الساتوريشن بتاعك شويه، هترجع معاك الالوان يعني الى حد ما بشكل كويس تاني، وتدوس اوكي. هتلاحظ ان الاحمر بس بدا يتشبع شويه كمان. مش نفس درجه الالوان منتلي قوي يعني اللي كنا بنشتغل بيها، لكن لحد ما رجعنا بريق التصميم اللي احنا كنا شغالين عليه، عشان بس ميبقاش في فرق كبير بين الالوان اللي انت اشتغلت عليها كار جي بي وبين الالوان اللي هتروح طباعه. لكن لازم تكون فاهم كويس ان يبقى في فرق ما بين الوان الشاشه والوان الطباعه. الوان الشاشه دايما بتبقى ازهى، لكن الحركه اللي احنا بنعملها دي هتيجي ان شاء الله بكررها معاك تقريبا في معظم التصميمات اللي احنا بنشتغلها. ان انا بعد ما اخلص شغلي بالار جي بي، لان انا بحتاج يكون في لايتس، بحتاج يكون في ادجستمنت مفتوحه معايا او فيتشرز مفتوحه معايا كلها بتتفتح بس بمود الار جي بي. بنقفل التصميم ونبتدي ان احنا نحوله تاني سي ام واي كي، ونبتدي ان احنا نعدل او نبلد تاني الحاجات اللي ممكن تبهت معانا او تبوظ معانا بشكل ان شاء الله كويس يحافظ بنسبه 90% على درجات الالوان اللي احنا شغالين بيها. بعد كده بتبتدي ان انت تحفظ الملف بتاعك يا اما بصيغه بي دي اف وتوديه للعميل بتاعك، او بصيغه جي بي جي مفيش اي مشاكل برضه وتوديها للعميل بتاعك. ولو هتسيفها بصيغه جي بي جي هتروح بعد ما تسميه بتدوس سيف، اولا بيقول لي يعني اعمل ريبليس، اوكي ماشي اعمل ريبليس. بتروح بتخليه على الستاندر وبتتاكد ان الكواليتي بتاعتك 12 على الماكسيموم علشان تحافظ على الكواليتي بتاعت الطباعه ان شاء الله لما تروح. يفضل برضو ان انت تسيف بي دي اف بتحافظ لك على الكواليتي يعني بشكل اعلى سيكا. على فكره الكلام ده يعني محدش هياخد باله منه خالص، احنا كديزاينرز او مطابع بنكون فاهمين الكلام ده. لكن الجي بي جي بيخفف لك الملف شويه في الشغل، فالبروسيس بتاعتك بتكون اسرع بس شويه مش اكتر. بعد كده بتدوس اوكي، واحنا كده نكون خلصنا شباب الدرس بتاعنا. اشوفكم على خير، يا رب يكون الدرس يكون كويس. مستني رايك في الكومنتات، اعمل شير وفيد غيرك. اتمنى ان شاء الله باذن الله الاقي تفاعل كويس جدا على الفيديوهات علشان يعني تشجعوني ان انا ابتدي انزل اكتر واكتر واكتر واكتر. يعني حابب ان انا اكون متواجد معاكم، وحابب ان انا افيدكم. ناس كتير جدا منكم بيخشوا يسالوني كل يوم تقريبا عن اسئله، فحابب تكون الفايده يعني للجميع. فيا ريت الناس ما تبخلش علينا بالدعم وما تبخلش علينا بالشير، وعشان اكون ان شاء الله متواجد معاكم بشكل مستمر. ونشوفكم باذن الله في درس جديد وتفاصيل اكتر بكتير. كان معاكم محمد هشام، سلام.